رئيس الوزراء العراقي محمد شياع أعلن في مؤتمر صحفي عالمي بحضور عدد من ممثلي دول الخليج وتركيا وإيران إطلاق مشروع ضخم جدا للنقل البري تحت مسمى مشروع التنمية أو محور التنمية أو محور بغداد برلين. المشروع قائم على فكرة نقل البضائع من دول آسيا إلى أوروبا عبر العراق، وبيبدأ من ميناء البصرة حتى تركيا، ومن تركيا بيعبر إلى أوروبا. البعض يتحدث عن منافسة هذا الطريق لقناة السويس. أنا حبيت أوضح طبعا أنه لا وجه للمقارنة على الإطلاق بين قناة السويس وبين هذا المشروع اللي هيبدأ يتنفذ قدامه من 3 إلى 5 سنوات بطول 1200 كيلو متر، وده بيتضمن خط بري، يعني طريق بري بجانب خط السكك الحديدية لنقل البضائع. طبعا بنقول الدول اللي شاركت في المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المشروع اللي هيتكلف حوالي 17 مليار دولار هو العراق، أو هي العراق وسوريا والإمارات والكويت وقطر وإيران وتركيا وعمان والأردن وسوريا. كل هذه الدول هتشارك في هذا المشروع بهدف خدمة التجارة وعمليات التصدير اللي بتتم، لكن بمقارنة عملية وعلمية بين هذا الخط البري وبين قناة السويس، يكفي بس نعرف إن في سفن بتعبر في قناة السويس بنسميها سفن الجيل الرابع والجيل الخامس، بتشيل حوالي 25,000 حاوية أو ما يوازي 250,000 طن. دي سفينة واحدة من ضمن معدل عبور يومي حوالي، يعني بيصل أحيانا من 50 إلى 100 سفينة في اليوم في بعض الأيام. فما نقول سفينة واحدة عشان تنقل فقط بالسكك الحديدية أو بالطريق البري محتاجة مش أقل من أسبوع إلى 3 أسابيع نقل لحاوية واحدة، وبالتالي عنصر الوقت وعنصر التكلفة مفيش مجال للمقارنة على الإطلاق. احنا بنتحدث عن قناة السويس، حجم التجارة العالمية العابرة في قناة السويس بيصل إلى حوالي 12% من حجم التجارة العالمية. الخط الجديد المقترح يعني حتى الآن لا نستطيع أن نتحدث عن نسبة حتى من حجم التجارة اللي بتعبر في هذه المنطقة على الإطلاق. فأنا حبيت أطلع بس أقول وأوضح هذا الأمر، لأن برضو هناك حديث عن طرق أخرى برية بتربط بين الصين وأوروبا، بين عدد من التكتلات الاقتصادية اللي هي من الشمال للجنوب، لكن في النهاية بتبقى قناة السويس في الحقيقة، ودي من أعظم إنجازات الدولة المصرية عبر التاريخ في الحقيقة، وهي المصدر من مصادر الدخل القومي المصري الثابتة في الحقيقة. يمكن نتحدث عن توقعات هذا العام بتصل إلى 9 مليار دولار إيرادات قناة السويس. برضو كان سبق حديث عن إنشاء قناة إسرائيلية أيضا تنافس، برضو فكرتها قائمة على خط بري أو قناة أنبوبية. كل هذه المشروعات خارج منافسة قناة السويس. تبقى قناة السويس الممر الملاحي الأوحد في العالم اللي هو خارج أي منافسة. طبعا زي ما قلت لحضراتكم بنتكلم عن تكلفة، بنتكلم عن صيانة، بنتكلم عن حتى الإقليم في مشاكل أمنية وفي جماعات يعني بتحارب في هذه المناطق أو في مسار الطريق المقترح. فيعني حبيت برضو أقول كل التفاصيل الخاصة بهذا المشروع، مع تمنياتنا طبعا بالتوفيق للأشقاء في العراق وفي كل الدول العربية لخدمة تجارتهم واقتصادهم. بشكر حضراتكم، كنت معكم الصحفي أيمن.